الله عز وجل حينما قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما من مخلوق أهون على الإنسان من بعوضة. هذا المعنى أشار إليه النبي الكريم. نعم. قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. بعد أن اخترع المجهر الإلكتروني يلي بيكبر 4000 40,000 400,000 مرة، وضعت البعوضة تحت هذا المجهر. تبين أن في رأسها 100 عين، الله أكبر، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح. البعوضة وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. والبعوضة تملك جهازا لا تملكه الطائرات. نعم. تملك جهاز استقبال حراري، أي أنها ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها بل بحرارتها. وحساسية هذا الجهاز 1/1000 من الدرجة المئوية. والبعوضة تملك جهازا لتحليل الدم، فما كل دم يناسبها. ينام أخوان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصاب بشيء، مع جهاز تحليل دم ومع جهاز تمييع للدم. أيام الإنسان دمه لزج وسمج فلا يسري في خرطومها تميع الدم، ومع جهاز تخدير لئلا تقتل أثناء مص الدم تخدر الإنسان. أما متى يضربها؟ حينما ينتهي مفعول التخدير وتكون هي في سماء الغرفة. إذا جهاز استقبال حراري حساسيته 1/1000 من الدرجة المئوية، وجهاز تحليل وجهاز تخدير وجهاز تمييع. أما في خرطومة في 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. نعم. وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم على الضغط إذا وقفت على سطح أملس. الآن بعد أن تقرأ هذا البحث كما قال الإمام الغزالي كما ذكرت، بعد أن تقرأ هذا البحث، وأنا عرضت الصور بالفضائية السورية، بعد أن تقرأ هذا البحث ثم تقرأ قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما فما فوقها. فأما الذين كفروا. نعم. أما فما فوقها الحوت الأزرق 150 طن، 50 طن دهن و50 طن لحم و50 طن عظام، وفي 90 برميل زيت. وجبته المعتدلة 4 طن. المعتدلة يرضع وليده الرضعة 300 كيلو، 3 رضعات طن حليب، فما فوقها. يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إذن يعني حتى ما بعدها من تكملة الآية، فأما الذين آمنوا نعم فيعلمون أنه الحق من ربهم. نعم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم. يعني إذن يعني كان يتوقع رد الفعل على هذه الآية. نعم. نعم.